السلام عليكم. غنتسناو واحد شوية بما يتجمعوا الإخوان والأخوات ونبداو اللايف إن شاء الله. إذا نبداو على بركة الله. إن شاء الله في هذا اللايف هذا غادي نشوفوا استخدامات ديال الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. هذا اللايف غادي يكون موجه بالخصوص للناس المبتدئين، حتى الناس اللي ماشي مبتدئين، يعني اللي عندهم تجربة في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى هما غادي يستافدوا معنا إن شاء الله. اللي بغيت نقول هو أن هذا اللايف ما غيكونش مخصص لواحد الموضوع معين، يعني في الذكاء الاصطناعي ولا في التسويق، ديجيتال ماركتينغ. يعني غادي نهضروا على مسائل متعدده في مجالات غنبقاو ديما في الذكاء الاصطناعي بطبيعه الحال، ولكن في استعمالات مختلفه. اذا اول حاجه، آم، شنو هو الذكاء الاصطناعي في الحياه اليوميه؟ يعني شنو كتعني هذه الجمله هذه؟ هو بكل بساطه الامور اللي حنا محتاجين ليها، اللي حنا كنستعملوها قبل ما يكون الذكاء الاصطناعي، واللي مثلا كتاخذ لنا الوقت والجهد. اذا بالذكاء الاصطناعي، بهذا التغير اللي وقع دابا في الذكاء الاصطناعي والثوره تاع الذكاء الاصطناعي، كيمكن لنا نستخدموا ادوات متعدده باش تسهل علينا الاستخدامات ديالنا في الروتين ديال الحياه اليومي ديالنا، في مجال مثلا التكنولوجيا. مثلا اول حاجه غادي نبداوها هو خصك باش الواحد يقدر يستافد من هاد المسائل ديال الذكاء الاصطناعي ويوظفها في الحياه ديالو. خصو اولا يعرف الادوات اللي كاينه بعدا، اللي متاحه في الانترنت، يفهم بعدا كل اداه لاش كتصلح ويعرف يستخدمها. وفي الاخر دونك غادي يعرف يستخدمها يعني بواحد الشكل اللي هو نقولوا افتراضي، يعني ماشي غادي يعني خصو يشوف قبل ما يستخدمها، خصو يشوف مثلا اشنو منين كنبداو حتى منين كنساليو، يعني شنو هي الحاجه اللي كنديروها اللي كنبداو بها والحاجه اللي كنوصلوا ليها في الاخر. ملي كنفهموا هذه المساله هذه، ديك الساعه كنقدروا نبداو نستعملوها في الروتين ديالنا اليومي. أم، هذا الموضوع هذا ديال استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحياه ديالنا اليوميه غادي يمكن يخص المبتدئين، أم، وبالخصوص المبتدئين هما اللي غادي يستافدوا. ما نقولوش كيستافدوا اكثر، ولكن بون غادي يكونوا، حيت انا كنعرف بان الناس اللي كيكون عندهم تجربه كيبغيو شي حاجه محدده. غادي نتكلموا في هذا اللايف ان شاء الله على واحد المجموعه ديال المسائل اللي كنستعملوها في الروتين اليومي. مثلا نبدا ندخل في صلب الموضوع. مثلا كنبغيو نقراو مقالات صحفيه، نقدروا مثلا نستخدموا الذكاء الاصطناعي باش يسهل علينا مثلا التلخيص ديال دوك المقالات. غادي نشوفوا واحد المثال بسيط كيفاش نقدروا نديروا هذه المساله هذه. كاينه مثلا كنبغيو بعد النوبات، يكونوا يجيو لنا افكار. كنبغيو نكتبوا مثلا شي حاجه في اي موضوع كيف كان. مثلا بغينا نديروا مثلا واحد الموقع الكتروني، بغينا مثلا نديروا واحد المدونه البلوغين، بغينا عندنا مثلا واحد مثلا عيد ميلاد ولا شي حاجه، بغينا نلقاو الافكار اشنو خصنا نمشيو نديو مثلا داك العيد ميلاد. يعني بزاف الامور يمكن لنا نستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يعطينا افكار، وكتكون ديك افكار يعني واخا نبقاو كاع حنايا نبغيو نديروها، ما نظنش غادي نلقاو ما نظنش غنوصلوا ليها. كيعطي داك الشيء تقدر تعطيه مثلا تقول لي عطيني 10 الافكار 20 فكره، يقدر يجينيرهم لك 10 20 فكره. اذا هذه واحد المساله مهمه، المساله زعما كتسهل لنا الحياه. كاينه واحد المساله مثلا الناس اللي كيبغيو مثلا يديروا كتابه القصص، حتى هو كيقدروا يستعينوا بالذكاء الاصطناعي باش يديروا هذه المساله. غادي نشوف واحد المثال لهذه القضيه. كاين مثلا تلخيص وثائق طويله، وفهم مثلا ديال شي كونطرا. مثلا بعض الناس كيقدروا مثلا يكون عندهم شي كونطرا ولا شي كونطرا ايمه الخدمه ولا كونطرا ديال مثلا في المحكمه ولا اي حاجه من هذا القبيل، وما كيقدرش مثلا كيكون داك الشيء طويل والانسان ما كيفهمش لان هو ماشي في المجال. كتقدر تستعين بالذكاء الاصطناعي باش يسهل عليك وباش يسهل لك الفهم ديال هذيك المساله. غادي نشوفوا حتى هذه بواحد الشكل، غنشوفوه بالزربه. مثلا في مجال تعلم اللغات ما غنعرفش واش الوقت غادي يقدنا باش نشوفوا هذه المسائل كامله بواحد الشكل سريع، ولكن غادي نحاول ان شاء الله، غادي نحاول باش نديروا امثله في كاع هذه المجالات اللي قلت لكم. مثلا في مجال تعلم اللغات كنقدروا مثلا نستعنوا نتحدثوا مع الذكاء الاصطناعي على المباشر. آه، مثلا كتقدر مثلا تعطيه سؤال جواب ولا جواب سؤال، وهو مثلا كيقدر يرد عليك ولا كيقدر يعطيك سؤال ولا يقدر يجاوبك بواحد الشكل اللي يقدر يكون طبيعي، وبواحد واحد الاسلوب اللي انت تقدر تحددوا ليه. تقول لي مثلا
بغيتك تهضر معايا بحال شي مثلا استاذ، ولا بغيتك تهضر معايا بحال واحد الشخص مثلا عام مثلا كيهضر باللغه عاميه. يعني انت كتحدد لي حتى البروفيل اللي بغيتي كيفاش يدوي معاك به. غنشوف واحد المثال بسيط، غنشوفوا مثال في كتابه القصص اللي كنت قلتها. آه غادي نشوفوا واحد دونك في كتابه القصص غنستعملوا جوجل ستوديو اي اي وكانفا باش نديروا واحد قصه غتكون عباره على صوت وصوره، غادي يكونش فيها تحرك ديال الصور. نديروا واحد الشكل مبسط ان شاء الله. المره الجايه ان شاء الله نديروا فيديو بالصوت والصوره. كاين حتى في مثلا في مجال الجرافيك نقدروا نشوفوا كيفاش تستعمل شات جي بي تي وكانفا. يعني تستعملهم، يعني شات جي بي تي غادي تكتب فيه مثلا البرومبت، وكانفا غادي يحول داك البرومبت لواحد ديزاين. هذه حتى واحد الخاصيه مهمه جدا. مثلا في مجال تنظيم المواعيد غادي نشوفوا مثلا كيفيه برمجه مواعيد باستخدام كوميت وبيربلكسيتي. بمعنى غنشوف واحد مثال بسيط ديال استعمال ديال مثلا عندي في البواط ميل ديالي مثلا عندي واحد المجموعه ديال الرسائل. بغيت دوك الرسائل نحولهم لجوجل اجندا على شكل مثلا دي نوتيفيكاسيون. غادي نشوفوا هذه المساله كيفاش يمكن لنا نديروها دار بواحد الشكل اوتوماتيكي. وفي الاخر غادي نقدروا الا بقى لنا الوقت غنشوفوا الا ما بقاش الوقت ماشي مشكل، غادي نقدر ندير فيديو نخليه مصاحب لهذا اللايف. في مجال البرمجه للمبتدئين غادي نوريكم مثلا كيفاش تصايب واحد صفحه الهبوط بواحد الشكل سريع غير باستعمال بلوجر، بلا ما تحتاج دير مدونه يعني تشري واحد نون دومين ولا تشري استضافه. يعني كل شيء غديروا غير ببلوجر وبالذكاء الاصطناعي. اذا غادي نمشيو للمثال الاول. قلنا مثلا غادي نمشي غنحاول نسرع شويه باش نوريكم الامثله اللي قلنا اكثر امثله نقدر نوريكم غادي نحاول نسرع باش نوريكم اكثر عدد ممكن ديال الامثله. مثلا الى مشينا مثلا موقع ديال الاخبار سيت انفو ماروكان. مثلا غناخذ هذا السيت هذا، غادي نقدر نحل شات جي بي تي. مثلا غادي ناخذ شي موضوع، ناخذ اي موضوع. غادي نقدر ناخذ لو لين، غنجي لشات جي بي تي. غادي نقول ليه مثلا، نقول ليه نوفو شات. عفوا غادي نحيد غير هذاك، نحيد هاد الاستضافة، هاد البلوجينغ. اذا هنا غادي نقول ليه مثلا ريزوم سيت ارتيكل اون اراب. اذا شنو هو كنا قلنا في الاول تاع الفيديو هو اننا نعرفوا الاداه. عرفنا الاداه اللي هي شات جي بي تي، عرفنا اشنو بغينا نديروا الهدف تاعنا. هو كاين مقال طويل بغينا نلخصوه، والنتيجه اللي بغينا نوصلوا ليها هي نلقاو المقال ماشي غنلقاوه طويل كيف كاين هنا في السيت، بل غادي نلقاوه ملخص بواحد الشكل اللي يسهل علينا القراءه ديالو ومترجم باللغه اللي كنفهموها احسن. اذا هذه الطريقه كيفاش كنقوموا مثلا بترجمه الصفحات بكل سهوله. مثلا نمشيو للمثال الثاني، هو مثلا كيفيه كتابه قصه. كيفيه كتابه قصه غادي نقدر نمشي دائما شات جي بي تي. نقدر نستعمل بيربلكسيتي. حتى الساعه غادي ندير لكم اغلبيه ديال الامثله غتكون على شات جي بي تي باش يكون الامر سهل. اذا مثلا هنا في شات جي بي تي غنقول ليه مثلا، غنقول ليه اكتب مثلا قصه، آه، اكتب قصه مثلا لمقاول ناجح. مثلا نقدر نعطيه اي حاجه، هذا الشكل اللي هو سهل. غادي نشوفوا مثلا هذا هو الحاجه المزيانه في الذكاء الاصطناعي، هو انك كتعطي غير واحد المساله صغيره هو كيعطيك ديتاي. يعني مثلا قال لي اعطيني اش من، قول لي مثلا ناجح في البيزنس.
إذا الآن غادي يقوم بتوليد القصة. المهم ماشي هو نتسناو مثلًا واحد الوقت كتير، المهم هو نعرفوا غير طريقة الاستعمال، يعني غيمكن لك تستخدم نفس الطريقة باش دير قصة بالمعقول زعما ديال طويلة بالشكل اللي بغيتي، بالتفاصيل اللي بغيتيها. هذا غير واحد المثال باش يبين لك الأدوات اللي خصك تستعمل باش مثلًا دير قصة. يعني قلنا غنديرو ChatGPT يجينا لنا القصة، غادي نقدر نمشي لستوديو Google Studio AI. إذا غادي نمشي لconversational voice. آه، إذا هنا text to speech هادي speech to speech هنا، غادي نقول ليه مثلًا ton chien d'une femme marocaine pour réciter une histoire. Un prompt. إذا بكل بساطة قلت ليه يعطيني واحد الprompt ديال واحد المرأة بواحد اللهجة اللي عندها لهجة مغربية باش يعاود لي القصة. إذا غادي ناخد هاد الprompt اللي غيعطيني باش نحطو هنايا. إذا هنا اشنو كدير، هنا كدير الشخصية تاع البيرسوناج اللي بغيتي يقرا لك ديك القصة كيفاش خصو يكون، واش مرا واش راجل، واش الصوت ديالو كيفاش بغيتي يكون، يعني تقدر تعطيه معلومات دقيقة. نقدر نقول ليه traduit en anglais باش يكون باش نكون متأكد بأن جوجل اي اي ستوديو غادي يفهم بروفيل ولا الشخصية اللي عطيتو. إذا دابا غادي نقدر ناخد مثلا ها هي امرأة، وناخد القصة ديالي نحطها هنا تكست ونكليكي على ران. إذا دابا غنتسنى الجينيراسيون ديال هاد القصة هادي، انتظار يجينيري ليا القصة. غادي نمشي لكانفا، نقدر نستعمل غير الخاصية الغير مدفوعة. غادي نقدر نجي هنا غنقول ليه مثلا كريي نوفو، غندير ليه مثلا فيديو يوتيوب. إذا هنا عطاني فيديو يوتيوب كنحطها هنايا. من بعد غنقدر مثلا نسمي هنا القصة ديالي، عفوا غنسميها مثلا قصة مقاول ناجح. إذا هنا مثلا غنقدر ندير بودكاست. نقدر ندير مثلا غير واحد التصويرة مثلا نبدا، ما ناخدش هادي، ناخد غير الأمور اللي gratuit. نقدر مثلا ناخد غير هادي كبر على هاد الشكل، ندير مثلا واحد باك جراوند مثلا ميستير. يمكن لك دير أي حاجة. لا هذا ناخد مثلا شي حاجة هكا. لا هذه ماشي، بغيت شي فيديو مثلا ناخد المسألة هكا. ها هي بلان، ما عرفتش علاش حيد ليا هذيك بودكاست. إذا يمكن ليا
إذا دابا هذا هو المقتطف تاع القصة ديالنا، باش تيليشارجيها غتيليشارجيها من هنا، من بعد اش يمكن لك دير، من بعد غادي نمشي لهداك المسألة اللي تيليشارجيت، وغادي داك الصوت اللي تيليشارجيت وغنقوم بالتحميل ديالو. إذا دابا ما كيبقى لي غير نهبطو نزيدو نحطو لتحت. هاد لاسين يمكن لي نطولها، هذا غنردو اللور. إذا هادي غنطولها على حساب، غنديرها قد الأوديو ديالي. إذا ها هو عندي الفيديو ديالي، عندي القصة. إذا غادي نحط الكورسور هنا وغادي ندير القصة. إذا دابا ما بقى ليا غير نتيليشارجي الفيديو ديالي بهاد الطريقة هادي. إذا هذه طريقة سهلة باش دير واحد الفيديوهات بواحد الشكل سريع، وبدون تعب. يعني تقدر دير بزاف د الفيديوهات في النهار بهذا الشكل هذا، وكاين واحد القنوات بزاف اللي كيديروا الفلوس غير بهذا الشكل تاع الفيديوهات. إذا كاينه هذه المسألة. نحيدو هذا. مسألة أخرى هو مثلا ديال التلخيص مثلا ديال شي كونطرا، ولا مثلا كيف ما قلنا في النقطة الأولى. إذا باش ندير لكم واحد المثال بسيط، مثلا غنمشي لشات جي بي تي، غنمشي مثلا ندير كونطرا دو طرافاي ماروك. غندير مثلا غناخد أي دوكيمون، غندير بي دي اف موديل كونطرا. هنا كيعطيني لي موديل، خصني نشوف غير شي كونطرا دو طرافاي. مثلا نقدر ندير أي حاجة، ندير شي سوسيتي مثلا ديال الأغام، غير على بي دي اف. إذا ها هو عندي مثلا نقدر ندير واحد الكونطرا، غادي ندير غير واحد المثال، غنتيليشارجي الكونطرا، غادي نجي لشات جي بي تي، غادي نقول ليه، غنكليكي على هاد الرمز هذا، غادي نعطيه غنقول ليه جيب لي هذاك الكونطرا اللي درت دابا. ها نتوما دابا هذا عندي واحد الكونطرا طرافاي، غنقول ليه ريزوم موا سو كونطرا. تقدر تهضر معاه بأي لغة اون دارجة. يعني أنا يمكن ليا أنكم تستعملوا هذه المسألة، راكم فهمتوا زعما القصد تاع هذه المسألة هو أنكم تقدروا ديروا بزاف الاستعمالات بهذه الطريقة هذه. يعني طريقة استعمال ديال شي آلة، مثلا دوك لي نوتيس اللي كيكونوا مثلا شي ثلاجة ولا أي حاجة عندك مثلا في الدار ما فهمتيهاش، يمكن لك تحطها شات جي بي تي، غتكون على شكل ورق، كتسكانيها وكتعطيها شات جي بي تي، هو كيتكلف وكتقول ليه مثلا لخصها لك. إذا ها هو هنا كيعطينا المعلومات على هذاك العقد بواحد الشكل اللي هو بسيط وبالدارجة أصلا. هو العقد راه مكتوب، هذاك الكونطرا مكتوب بالفرنسي. إذا بهذه الطريقة هذه كتقدر تفهم المسائل اللي صعيبة. غادي ندوزو للمثال الآخر، هو في مجال تعلم اللغات. إذا دابا غادي نمشيو نسدو مثلا نسدو هاد المسائل هادي تعلم اللغات. غادي نقدر نقول ليه نوفو شات. اوكي. اذا انا اش غندير دابا، غادي نطلب من شات جي بي تي باش نتعلم اللغه الفرنسيه. نقدر نخاطبو، نقدر اول حاجه كاين مثلا بزاف الامور نقدر نديرها بتعلم اللغات. يا اما نقدر نعطيه واحد البرومبت، مثلا نقول ليه انا مثلا جو سوي ديبيتون فرونسي، دون موا مثلا un plan d'apprentissage du français écrit et oral pour le niveau de CM1. مثلا عطيتو قلت ليه مثلا عطيني واحد البلان، واحد مجموعه تاع النقاط اللي نتبعها باش نتعلم الفرنسي كتابيا، باش نكتبها وباش نقدر نهضر بها واحد النيفو ديال سي ام. يعني سي ام هو التحضيري، داكشي البازيك. غنشوف اش يعطينا. نقول لي مثلا سوا بريس سوا ريزوم، نخليوها غير هكا نشوف اش يعطينا. اذا بهذه الطريقه هذه اذا لاحظتي كيعطيك مثلا apprendre le saluer, se présenter, مثلا regarder vidéo en enfant pour les enfants, écrire l'alphabet français, phrase simple. نقدر مثلا ناخذ، هو عطاني بزاف ديال عطاني واحد لو بلان اللي هو نقدر نقول لك تقدر تشد هذا تامبريمي وتتبعو. يعني كل نهار دير انت كيف فوقاش غدير لورال، فوقاش غدير ليكري، فوقاش غدير ليكسبرسيون اكريت. يعني انت غتبقى غادي كيفاش مثلا
غتلقى الكور ديالك هو عطاه لك هو مثلًا apprendre à saluer et se présenter تقدر مثلًا تاخد هاد النقطة هادي وتديطاييه معاه تقول ليه مثلًا عطيني درس وتبعوا لي مثلًا بلي زيكزارسيس لهاد النقطة هادي، تبقى غادي معاه حتى النقط الآخرين. كاينة هاد الطريقة، كاينة مثلًا طريقة أخرى هي أنك هذه طريقة كتابية، كتقدر تستافد الذكاء الاصطناعي لتعلم اللغات بطريقة شفوية عاوتاني، يعني كتقدر تجي لهنا كتكليكي هنا مثلًا، غادي دير معاه واحد الconversation غادي نشوف واش يبغي يديرها ليا والّا لا حيت ما عنديش النسخة المدفوعة. ألو، ألو. Ça va merci. Je suis en train de faire, une démonstration. Peux-tu m'aider? Peux-tu être mon professeur et m'aider à m'améliorer en français? D'accord. J'aimerais juste qu'on parle de façon très simple. Donne-moi donc question-réponse de façon très simple. D'ac d'accord. Comment t'appelles-tu? Enchanté ChatGPT. Moi, je m'appelle Younes. Ben, c'était juste un test. Merci. Je vais te recontacter, à très bientôt. Salut. إذا هنا كي كتلاحظوا أن الذكاء الاصطناعي تقدر تبقى تهضر معاه واحد الساعات في ساعات، تكون متأكد بأنك إلا درتي هاد المسألة هادي آآ غادي يدوزو نقدر نعطيك لمدة 3 شهور غتولي تقدر تهضر بالفرنسية بطلاقة، ولكن بقى مثلًا غير في النيفو اللي أنت فيه، ما تحاولش تمشي لنيفوات أخرين، غنحاولوا نديروا نفس الشيء بالونجلي باش تعرف بأن الذكاء الاصطناعي تقدر تتعلم به أي لغة بغيتي، دونك غادي نديروا نفس الشيء بالونجلي. Hi ChatGPT, how are you? I'm okay, thank you. I just want to help me to improve my English. Okay, thank you. I will to contact soon. Bye. إذا هذه الطريقة الشفوية كيفاش تقدر تتعلم التحدث بكل طلاقة بأي لغة بغيتي مع الذكاء الاصطناعي تقدر قبل ما تبدا الكونفرساسيون معاه تقول ليه بأنك بغيتي يهضر معك بواحد الشكل بطيء تقدر تقولها ليه يعني باللغة ولا بالعربية ولا كيف ما بغيتي قول ليه هضر معايا بواحد الشكل مثلا اللي بطيء ولا هضر معايا بشوية ولا دير راسك هضر معايا بواحد اللغة ديال الأستاذ ولا لغة مثلا غير ديال شخص عامي يعني ماشي بالضرورة تستخدم معايا الكلمات المعقدة يعني تقدر تخدم تقول ليه أي حاجة أنت مرتاح فيها في التعلم ديالك ديال اللغات. آمم، كاين حاجة كاين دونك نمشيو للموضوع الآخر، مجال الترجمة، بعد مجال الترجمة راه كيشبه لديك المسألة ديال ديال اللغة ديال قراءة المقالات اللي كنا شفنا قبيلة، دونك هادي بلا ما نديرها. غادي نشوفوا مثلًا مجال تنظيم المواعيد، إذا مجال تنظيم المواعيد هاد المسألة هادي غادي نقدر نديرها لك بالمتصفح كوميت، غادي نبدل واحد الدقيقة، غادي نحاول نلقى هاد المتصفح كوميت. ندخل مثلا لجوجل واخا بارطاج. اذا انا هنا في بمتصفح ماشي كروم هذا كوميت تقدر تيليشارجي كوميت. كتيليشارجي غير كوميت كتلقى به هذه الواجهه تقدر مثلا هيا فاش كتيليشارجي كوميت كيحطك ديريكتومون في بيربلكسيتي. اذا انا غادي نحل في كوميت غادي نحل جوجل غادي ندخل مثلا الجيميل ديالي غادي نقدر نزيد مثلا في الجيميل ديالي غادي نزيد مثلا واحد المساله نقول غادي ندير مثلا اون سيفوا مثلا ولا ندير رونديفو لو 11. إذا غادي نجي للمتصفح كوميت غادي نقول ليه غادي نجي لبيربلكسيتي غادي نقول ليه accède à مثلا mon dernier message et crée-moi un événement
دونك جوجل اجندا. قبل ما نوريكم هذه المساله، انا لا صيفط واحد الميساج غنعتبروا بان شي واحد مثلا عنده بزاف د الميساج في الميساجري ديالو. واحد الوقت مثلا غنمشي نحل جوجل اجندا. نقدر نحلها هنايا جوجل اجندا. انا ما عرفتوش جوجل اجندا. اذا عندي واحد الميساج اللي كيقول بانني هو هذا، كيقول بان عندي واحد الرونديفو مع 4 11 11. اذا انا غنقول لكم باش يدير لي واحد ليفينمون، يعني غادي انا اللي غنبغي نوصل للحاجه اللي بغيت نوصل لها هو يكري لي هنا واحد ليفينمون اوتوماتيكي في ال 11 في نهار 11. غنقول ليه يعني غادي يدخل المتصفح، غيدخل لي الميساجري، غادي يشوف لي ميساج وغياخد مثلا نقول ليه دير لي ميساج ايمون دون جوجل اجندا ان ايفينمون. اذا غادي اوتوريزي نسمح ليه باش يدخل. دونك المتصفح شنو كيدير؟ كيدخل كيدخل لي زيميل ديالي، هو غيلقى الميساج. من بعد غادي يجي نورمالمون خصو يجي لهنا في الشهر في ال 11 وخصو يزيد ليا واحد ليفينمون غادي تزاد اوتوماتيكمون. يعني هاد الطريقه هادي الا فهمتيها مثلا غادي تقدر دير شي امور، امور ديال الروتينيه ديال الحياه ديالك، مثلا كنتي كتستعمل الجيميل ولا ادوات اخرى بواحد الشكل اللي رهيب وما يبقاش ياخذ لك الوقت بزاف. اذا هنا مثلا كيقول لك عطيني لو تيتر، غندير ليه مثلا تيست مينا كرياتيف. ها هو عطاني لو رونديفو، ها هو كتبو هنايا. نقول ليه وي، ها هو زادو هنا. اذا هنا زاد لي الرونديفو اللي كنت درت مع الربعه، ها هو حطوا لي في 11، حطوا لي مع الربعه. اذا هذه قوه ديال المتصفح كومات ملي كيتخدم مع بيربلكسيتي. كتقدر اوتوماتيزي بزاف الامور بواحد الشكل اللي هو سهل جدا. يعني تقدر تطلب منه بزاف الامور، هذا غير واحد الشكل اللي مبسط، يعني تقدر تطلب منه امور اخرى. بالنسبه للمواضيع الاخرى غادي نقدر ندرجها في فيديوهات ان شاء الله. اصلا المواضيع اللي كنا قلنا اللي ما تطرقناش ليها، آه كنا قلنا في مجال ديال البرمجه كيفيه انشاء صفحات الهبوط غير في جوجل، هذا في بلوجر. دونك هذه غندير ان شاء الله، غندير عليها فيديو واحد الشكل مبسط كيفاش دير واحد صفحه هبوط بلوجر بالذكاء الاصطناعي. هو غيصايب لك كلشي، انت تعطيه غير الفكره، تعطيه التصاور هو يصايب لك كلشي. اذا شكرا على الحضور ديالكم. أه، طرحوا عليا اكثر اسئله اللي بغيتوا في اي مجال في الذكاء الاصطناعي ولا في ديجيتال ماركتينغ. وشكرا لكم. مع السلامه.